اليوم الفيديو تنزيع نجمتنا الشهيرة فاطمة الخالدي. ترى معدلة ما طيح إيش ما حفرتولي، وبالشي أظل مهيونة فينكم لو قدرتولي يروح حلومي. إذا معدلة وما تطيحين لا شنو سالفة الفازلين والبربيش؟ ترى معاكو ذاك اليوم راحت السالفة، ما صالهاش كم يوم، يعني انت جدا عن السالفة ما شايفيك صلافة. لو عندي صلافتك غير اخذ على العالم خاوات. طبعا الكل يتذكر هذا الفيديو الانتشار بالفترة الأخيرة، وقالت إن هاي صديقتي. هاي كذب، أنا ما اقتنعت بهذا الفيديو اللي طلعت وقالت بيه هاي صديقتي نشرتها، لأن هاي أول شي مو صديقتها. ثاني شي عندها صديق، هم أصدقاء اثنين عندها دائما تطلع وياهم تروح وتجي، وواحد منهم حالي يعني وياه هي. خلنا نشوف هذا منو ونرجع لكم. ما خايفة ولا أخاف، وندطر يجي بس خوف من اثنين زاد وصديجي. إنه وضحت لكم الصورة، هسه وضحت لكم الصورة وعرفتوا من اللي كان وياها بالفيديو. صديقتها أكيد. أنا لو مسويها دقتها غير، يعني أستحي أطلع أصلا أرجع للسوشيال ميديا، ما أرجع بعد نهائيا. لأن ليش؟ أول شي دقتك مو مال دقة عادية مثلا أو غلطة، مجرد غلطة وترجع يعني تصلح عادي وتطلعين للعالم. هي ما آفت أصلا التيك توك أو أي موقع إلها، سواء أزرق أو أصفر أو تيك توك، ما آفت. رجعت ورجعت ترقص النوب. الناس كلها تحكي عنك. بس تدري والله شو اسوي يعني؟ لازم تتوب من زمان، يعني انت مو صغير. بس يا بس 100 مرة تبت احاول احترم بس المقابيل زبالة. شيل وين تبتي؟ وين ما شفتش اصلا تبتي؟ غير نزلت فيديو ثاني انتي تحبين البنات، انتي تدورين بنات اللي نشر له فيديو، بس دورته الصراحة وما لقيت اللي نزله. يمكن اهواك. قال يعني بالفيديو هي تقول انه انا احب البنات والبنات هي احلى من الوليد وما شنو. يعني حتى اذا كانت صديقتك وياك بالفيديو فانتو كنتو بدلي بين قوسين. امك قحبة وابوك قوات، ايش تطلع انت؟ طبيب اسنان اخت التنيج عليك. أنا أنصحك إنك تلاحقين نفسك وتوقفين التواصل الاجتماعي كله قبل لا ينزلك فيديو. هالمرة مالك غفير يعني، أما يعتقلوك أما يسوولك شي، فشوفي صرفا نفسك. يعني هاي نصيحة اعتبريها من مو أخوك، أنا ما أعتبرها أختي، من صديق. اعتبريها هاي النصيحة من صديق. وفي التواصل لأن راح ينزلك فيديو هالمرة على الموقع الأزرق ما بيها أي تفاهم. والله العلي العظيم تقول لا انا عندي حبيب وعندي حبيب، هذا حبيبك ال 44 وبالنعال وعلى راسه ويطلع برا كلب. وبس خلص الفيديو. بس أتمنى تكون يعني بنهاية الفيديو ما ظلمت أحد. أنا حكيت الصحيح والمعقول، وخاف أحد يجيني بالتعليقات يقول لي عيب وما أدري شنو يستر عليها. هي مو ساترة على نفسها، هي تريد الناس تفضحها، أنا شنو ذنبي؟ وبس باي.